طبعا انت مفكر عشان تحذف سجل جوجل هتضغط كده بالشكل ده وهتدوس حذف وبكده انت حذفت السجل؟ لا، جوجل موجودة عندك ومحتفظة بكل حاجة عملتها. وتعالى ما نعرف ازاي مع بعض. لو انت حابب تحذف السجل من الداخل ازاي تحذفه، ونشاطك وكمان المواقع اللي انت زرتها وكمان الفيديوهات اللي انت شفتها على اليوتيوب، هتضغط على صورتك اللي بتكون فوق كده بالشكل ده، وهتيجي تحت على هتلاقي حاجة اسمها إدارة حسابك. تيجي على تحت هتلاقي حاجة اسمها البيانات والخصوصية، ومن البيانات والخصوصية هتلاقي النشاط والمخطط الزمني وسجل المشاهدات على اليوتيوب. وده كله موجود فيه كل حاجة انت عملتها. هنضغط على النشاط بالشكل ده كده، هيجيب لك جميع الحاجات اللي انت بحثت عنها. اسف. هتيجي هنا على الفلترة وهتضغط على الفلترة كده بالشكل ده، وشوف انت عايز تشوف اي تطبيق من دول انت عملت عنه اي حاجة. وليكن انا مختار البحث بالطريقة دي. لو حابب تحذف هتحذف كله مرة واحدة، ولو حابب تحذف اخر ساعة، ولو حابب تحذف نطاق مخصص ايام معينة انت حابب تحذفها من سجل البحث. وبكده تكون امنت نفسك. لو انت مفكر نفسك بتحذف السجل من بره، لا، كل حاجة موجودة على جوجل من جوه. وفي النهاية ما تنسناش من لايك والمتابعة، ولو حد هيستفاد من الفيديو شيره له.